مرسى علم بلد كبيره قوي، طولها تقريبا 300 كيلو. ده الساحل بتاع مرسى علم من اقصى جنوب حتى الشمال. عشان تروح مرسى علم قدامك طريقتين، الاتوبيس والطياره. الاتوبيسات في كتير جدا جدا بتطلع من القاهره في مواعيد مختلفه، وتقريبا بتوصل بين 9 ل 10 ساعات. الطياره الاسعار متفاوته، بس هي دايما بين 2000 ل 3000 في الوقت العادي. ما فيهوش زحمه، ممكن تقل او تكتر حسب الموسم، فخلي بالك وانت بتحجز وحاول تحجز من بدري. اول حاجه هتدور عليها في مرسى علم مكان السكن، وده مفيش اكتر منه. بس قبل ما تسافر يا صديقي، عايزك تحدد الاول انت مسافر مرسى علم عشان ايه؟ تتبسط بالفندق بس وما تخرجش منه لاي رحلات، ولا عايز تسافر عشان البحر بس وتشوف افضل شاطئ هناك له فندق، ولا عايز منطقه فيها كافيهات وخروجات وزقططه بالليل، ولا بتفكر تكون في فندق في مكان كويس وقريب نوعا ما من المناطق المشهوره اللي موجوده هناك اللي عايز تسافر ليها وتزورها. اغلب الفنادق في مرسى علم قايمه على نظام الوجبات الشامله، يعني فطار غدا عشاء مشروبات سناكس كله ده، لان المنطقه هناك ما فيهاش مدينه او مطاعم كتيره وكده، واغلبهم بيكونوا بين 3 نجوم لحد 5 نجوم. فلو انت من هواة الفندق بس واكوا بارك وزحلقه وشاطئ لطيف، خليك في اول منطقه من مرسى علم. في 3 فنادق هناك كويسين جدا جدا جدا. اما بقى لو بتدور على مكان شاطئ تحفه، يبقى عندك شاطئ ابو دباب طبعا، وده في نص مرسى علم تقريبا، والمكان هناك تحفه جدا جدا. يعني من الشاطئ هتشوف السلاحف والدجونج اللي هي بقره البحر، وانت ممكن تشوف الدلافين هناك وانت وحظك. في 4 فنادق هناك لو بتدور على مكان فيه خروجات وكافيهات واماكن سهر، طبعا برتغال فيها فنادق كتير وتنوع اسعار رهيب. حاول تستكشف بنفسك، دور على السعر اللي انت عايزه. اما بقى لو بتدور على مكان كويس وشاطئ ممتاز وكمان قريب من اماكن الرحلات، ارشحك جدا خليج بريكا، وده قريب جدا، اقرب حاجه لمدينه مرسى علم. اغلب الرحلات هناك هتكون حوالي نص ساعه، ازيد او اقل حسب الرحله نفسها. في كذا فندق هناك. فاعمل سيف للفيديو وجهز نفسك عشان بكره نتكلم عن الرحلات وتعمل ايه في مرسى علم وتاكل منين.